ازيكم يا اصحابي عاملين ايه؟ النهارده بقى هعمل لكم حته صينيه فراخ هتاكلوا صوابعكم وراه. بس تجربي نفس الطريقه بجد هتدعيلي. وده رز عادي بتاعنا، بس انا حطيت عليه طبعا حبه مكسرات كده وكبد والقوانص بتاعت الفرخه اللي انا جبتها. وجبه كانت تحفه بجد، لازم تجربيها وتكملي معايا الفيديو للاخر، لان الفيديو بتاعنا بسيط مش طويل عليكي خالص. وفي نفس الوقت هيخليكي تعملي الفراخ الصينية زيها زي اكبر المطاعم اللي بتاكليها عندها، واحلى 100 مرة. بس لازم تجربيها بالطريقة بتاعتي. شايفين طبعا شكل الاكل عامل ازاي؟ شكله كان تحفة. والطعم بقى يعني انا مش قادرة اوصفه لكم. مكوناتنا بسيطة وسهلة. يلا بينا بقى نبتدي الوصفة. انا جبت بصل، وجبت معايا طماطم، جبت فلفل، وجبت ليمونة قطعتها وفلفل احمر. هو ده كل المطلوب. جبت معلقة قرفة على جنزبيل، بصل بودر، توم بودر، معلقة ملح صيني دي بتتجاب من أي مكان، كزبرة ناشفة، صويا صوص دي معلقة صويا صوص، دبس رمان، بابريكا، كمون، ملح، فلفل أسمر، ماجي. بصي توابل، بهارات، أي حاجة موجودة عندك حطيها على الفراخ، بجد بتوديها في حتة تانية. شايفين بقى انا كل حاجة عندي في المطبخ حرفيا حطيتها ورحت منزلاها في الخلاط. ان الخلاط بيخلي طعمها تحفة، بيخلي المكونات دي كلها تتضرب وتتجانس مع بعض. وانا طبعا بعشق جوز الطيب في اي اكل، طبعا بيديله طعم جبار. زي ما انتوا شايفين ضربته بقى ضربة في الخلاط كده تكون قوية شوية. كنت غسل الفراخ بتاعتي وابتديت بقى ان انا احط عليها التتبيلة دي، ودي تنفع يا جماعة في الشوي لو على الشوية او على اي حاجة تاني. جربي وان شاء الله هتدعيلي. وزي ما هي كده ورحت حاطه عليها نص ليمونه بتديها مزازه كده، وشويه من الزيت، ودخلت الفرن على طول. جيت هنا عشان اعمل الرز، اتضح ان انا في الاخر ما كنتش بصور، يعني مش عارفه اقول لكم ايه اللي حصل بصراحه، بس انا هقول لكم يعني. ودي بقى الفراخ بعد ما طلعتها من الفرن، كل سواها كانت جوه الفرن يا جماعه. شايفين المنظر عامل ازاي؟ يستحق لايك واشتراك في القناه. شويه بطاطس ما يمنعش جنبها بقى بطاطس تحمير كده، ممكن تبقى وجبه. لكن انا بقى حبيت اعمل الرز ده وكان بسيط. هو شوية زيت ومعلقة سمنة وحطيت عليهم كركم، شوية بصل بودر وتوم بودر، ونزلت عليهم بالرز بتاعنا البلدي العادي. ودي الكبد والقوانص بتاعة الفرخة، طبعا انا سلقتها كده لغاية ما نزلت الزفارة بتاعتها طبعا واستوت. سبتها لما بردت قطعتها وجبت شوية مكسرات ورحت محمرة الكلام ده كله مع بعض في معلقة سمنة بلدي، وحطاهم على الوش بعد ما الرز بتاعي استوى. اظن مفيش اسهل من كده. رز انا كنت عاملاه بالظبط في دقيقتين كده، يعني هو اللون بس اللي اتحطيت عليه كان ده اللون الاصفر دوت لون الكركم بتاعي، كان حاجه وهم. وادي الطبق بتاعنا كامل اهو، يعني حاجه تحفه. لو هتجيبيها من بره او هتشتريها وجبه، انتوا عارفين طبعا هتبقى مكلفه ازاي. الكبد والقوانص بتاعت الفراخ بتاعتي وبطاطسايه محمره وحبه رز، الدنيا مشيت من عندي. شويه مكسرات مش متاح، يبقى الكبد والقوانص وخلاص على كده. وعملنا وجبه لذيذه. طبعا اوعي تنسيني بقى بلايك واشتراك على الاكل الجميل دوت. والطعم طبعا كان اجمد بكتير. اوعي تنسيني بلايك واشتراك يا قمر.